السلام عليكم، مرحبا حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. أجواءنا اليوم غير شكل، وإن شاء الله يا رب تعجبكم وتستمتعون ويانا وتاخذون هيج طاقة إيجابية حلوة من هذا الفيديو. وخليكم ويانا وراح تشوفون حماتي ايش راح تسوي. ما احكي لكم، قطعتها وفلشتها تفليش، قلت لها الله يستر اللي توقع بيدك شي خلصها. فهسه أول شغلة وقبل كل شي لازم شو نسوي؟ لازم نروح نجيب حماتي، لازم حماتي تكون موجودة. فرحنا جبنا حماتي ومن بعدها راح نروح ندور على الباكة. وهنا وأخيرا لقينا الباكة من بعد ما خلينا مكان ما رحنا وما خلينا قصاب ما رحنا عليه. هنا اجينا للسوق الكبير وما شاء الله الباكة أشكال أنواع، ومو بس هيج لا، ومنظفة وكاملة. وين عشاق الباكة ثبتوا لنا وجودكم بالتعليقات. وبالنسبة لأسعار الباكة رخيصة، لأن بعد الجو شوية حار أخذنا 2 يعني، ويا المقادم مالتهن والكرشة وهاي السوالف كلهن صارن بسعر 15,000. وهنا تدرون طبعا اكو جراج قريب من هذا المكان، بس اني قلت لا ماكو داعي نروح للجراج والجو حار وخطية لان الجهال وحماتي واقفين، فاحنا ما راح نفتر بالسوق، مجرد انه راح ناخذ الباكة ونرجع. فقلت لابو ملك ما يخالف اوقف هنا، يعني احنا بكل الاحوال مخالفين ما شاء الله، كل يوم احنا مخالفين، بس الحمد لله ولا مرة لزمنا المرور. فخطية أبو ملك كان كلش مستعجل، وأني رحت وياه مو على مود شي صراحة، بس على مود أصور لكم شوية. والمكان كان كله يعني دهن، وأبو ملك كان مستعجل يمشي على السريع، وهناك مكان كله قصابين. فالحمد لله من عدت على خير، مو من لأن المرور ما لزمنا، لا الحمد لله من أني ما وقعت. فالحمد لله على كل حال عدت على خير. واحنا صراحة دايما نخالف، احنا من نوع المخالفين، بس الحمد لله ولا مرة ما وقعنا بيد المرور. احنا من بعد العشاء لين وصلنا الدنيا مغرب اتعشينا وكملنا، وقلت لحماتي خلي تنظيف الباكة عليك وغسل المواعين وتنظيف المطبخ علي. وهنا بعد الجهال محضرين نفسهم يروحون للدكان. كملت تنظيف المطبخ وقعدت وقابلت حماتي، وتعالوا خلينا نشوف حماتي شلون راح تنظف الباكة. هي الباكة نظيفة ومنظفة، بس لازم يعني شوي يحتاج لها تنظيفات. وطبعا تدرون كان اكو مكان طبعا يبيعون باكة، بس لازم تحجزين واقل شي يومين حتى يوصل السراج، بس تاخذين الباكة نظيفة وكاملة يعني تمام التمام ما بيها اي شي، وبشرط يعني ينطوك اياها ومقطعة وكاملة، يعني تاخذيها وتحطيها قبل بالجدرية. والمهم هنا شوفوا لي حماتي شلون راح تطلع سنون مالت الباكة، مو بس السنون لا، راح تطلعهن بالكامل، حتى العظم مالت السنون راح تطلعه. هنا من بعد ما شفت حماتي شلون تطلع السنون مالت الباكة، واكو ناس يعني احنا نشوفهم شلون يسوون، هذه بالنسبة لي صراحة صفر بالباكة، لا بتنظيفها ولا بأكلها بنفس الوقت. بس دايما نشوف فيديوهات على اليوتيوب شلون ينظفون الباكة ويجيبون الشاكوش ويكسرون اسنانها وكلش يعانون حتى ينظفون اسنان الباكة. بس شوفوا هنا حماتي شلون نظفتهن وشلون طلعتهن اصلا بالكامل، حتى العظم مالت الاسنان طلعته. فقلت لها دخيلك ربي هاي سويتي بالباكة، الله يستر اللي توقع بيدك، يعني شو تسوين بيها؟ تموتيها. طبعا شفتوا ما شاء الله طريقة حماتي أصلا كلش سهلة، مجرد بس هيك يعني وخرت اللحم وطلعت العظم وطلع عن الأسنان بالكامل. أحسن من هذه طريقة التشكوش وتقعدين تكسرين سن وما أدري شو تسوينهن، وعبالك تسوين عملية جراحية، بس ما شاء الله طريقتها كانت كلش سهلة. وهنا كان على أساس إنه نكمل تنظيف الباكة وعدنا طلعة، بس ما لحقنا لأن الباكة أخذت وقت كلش هواية على ما هي منظفة، وعلى ما نظفنا الكرشة مالتها. بعدين بالأخير كلش أني ساعدت حماتي، تدرون بشنو؟ بتنظيف الكرشة بس. وهنا لأن كنا جايين بنفس الوقت ورحنا على السوق وافترينا وتعبنا اللي ما لقينا الباكة صراحة، فحماتي قالت خلينا نروح، قلت لها لا أبدا مستحيل نروح، ناخذ الجهال على الحديقة القريبة من بيت عيالي. قلت لها لا أبدا ما أقدر، لأن صراحة كلش تعبانة. بعدين ثاني يوم طلعنا وأخذت القرطاسية للجهال، طبعا فاتح مكان كان يعني مثل الخيمة وحاطين
دفاتر وأقلام وهاي السوالف، بس يبيعوها بأسعار جدا رخيصة. وبنفس الوقت يعني شو اسمه القرطاسية وبدة السحقات أكيد يعني نوعيتها زينة. الأقلام والدفاتر ما شاء الله عليهن يعني أصليات. وهنا وأخيرا كمل تنظيف الباجة. هنا خلت عليها ليمون وخل وهاي السوالف كلها، وراح تخليها بالفريز مالت الثلاجة. والله ما أدري يعني مو كلها خلتها بالفريز مالت الثلاجة، قالت أكو شغلات لازم تتخلى بالفريز وأكو شغلات تتخلى بالثلاجة. وهنا طبعا ثاني يوم نقول لكم صباح الخير. وثاني يوم استلمت مهمة الباجة منو عمتي، استلمتها بالكامل طبخها وهاي السوالف، قاعدة تخطيها من الصبح. خلت الباجة على النار، هنا خلتها على المشعل تقريبا ساعتين ما أدري إيش قد، وبعدين خلتها فوق الطباخ على نار ناصية، بس شو أقول لكم ذابت ذوبان. فهنا خطية الله يساعدهم، لأن صراحة الباجة كلش متعبة. وهنا طبعا أبو ملك قال خلونا كشمش، ما أدري أبو ملك يحب الكشمش وهو جاي على باله باجة، فسووا له الباجة مثل ما هو يريد، فصارت صراحة فد شي يعني كلش طيبة. وهنا أكيد هم بعد ساعدت عمتي شوية بالخياط مالتها، فقلت ليش خيط أسود مو خيط أبيض؟ فقالت على مود يبين. قلت لكم أني بعد صفر بالباجة، بس ما شاء الله يعني عمتي سوتها وصارت فد شي. وطبعا صورت لكم ستوري لأن كان الستوري بالعرض وبعدين صار بالطول، فكانت بس النوم البصرة مبين. فأغلب البنات قالوا ملك شنو هاي اللي مصورتنا، ليش مصورتنا بس النوم البصرة، ليش الباكة وينها، ليش الباكة ما طلعتيها؟ قلت لهم أخاف عليها من العين، أخاف لا تحزدوها. هاني كنت مصورتها وكامل، بس لأن التصوير صار بالطول فاختفت الباكة وبقى بس النوم البصرة على صفحة، يعني بس هو مبين. وهنا من بعدها أني رحت على وحدة مرة جيران بيت عيالي، ما شاء الله يعني تسوي الحواجب ما أحكي لكم يخبلن. فرحت سويت حواجبي وكملت، وإجيت لقيت الباكة مستوية وكل شي تمام التمام، وحانة وقت الغداء. فأول وحدة راح تجرب الباكة وتقول لنا شنو رأيها بيها، وما شاء الله كلش تحب الباكة، أكيد طالعة على أمها. هذه بنت حماتي. وهنا أبو ملك حب إنه تشريب، أكو يعني يحبونها تشريب، أكو يحبونها ويا التمن، وهو حسب. وأكيد حبايبي بعد سهمكم ألف عافية. حتى مرت حماية كانت صراحة يعني بيت حماية قاعدين فوق، عمتي صاحتها قالت لها تعالي تغدي ويانا، قالت شنو غداكم؟ قالت لها باكر، قالت لها لا ما أجي ما تحب الباكر. وهنا من بعدها كمل غدانا ورح نتغدى. وأكيد حبايبي سهمكم ألف عافية. هنا كملنا غدا، ومن بعدها الجهات كانوا يلعبون، وجت حماتي الثانية وقعدنا ولما وسوالف كانت تخبل، وأجواء كلش حلوة كلش هواية ونسنا بهذا اليوم. فأخذتنا السوالف وطلعنا، وبنفس الوقت أخذنا قرطاسية للجهال أني وحمواتي، وتأخرنا والوقت كلش تأخر. أني من أطلع خصوصا إذا أروح أشتري فد شغلة ما أحس بالوقت شلون يركض. هنا راح نرجع للبيت، بس ما حسبنا حساب إنه الطريق ينسد. طبعا السيطرة اللي يم بيتنا تنسد الساعة 12، وإحنا وصلنا الساعة 12:30. وهذه ثاني مرة تصير ويانا، ثاني مرة إحنا نطلع ونرجع بوقت متأخر ونلقى السيطرة مسدودة، بس الحمد لله من يدخلونا. وهنا تعالوا خلي أشوفكم القرطاسية اللي أخذتها للبنات. وهنا بعد حبايبي طبعا اكو مكان قريب على بيت عيالي، يعني مثل الخيمة مسوين ومخلين بيها قرطاسية ودفاتر وهاي الشغلات، بس يبيعوها بأسعار جدا مناسبة. واخذت لهم هاي الرحلات عليها رسمات، طبعا كان اكو رحلات صادة بس خلصانة على الماشين، والرحلات اللي عليها هاي الرسمات سعرها كان اغلى. هذه الوحدة كان سعرها 6، بس لأن أخذنا 3 حسبنا الوحدة على 5، يعني 3 صارن ب15. وتعالوا بعد خلي أشوفكم الدفاتر. الدفاتر كانت يعني نوعيتهن زينة والأوراق مالتهن زينة. أنا من أخذ الدفاتر لازم أنتبه على أول شغلة إنه الأوراق مالتهن ما تكون خفيفة، لأن الأوراق الخفيفة أبدا ما تفيد، من خلال الكتابة أو المسح راح تنشق. المهم حبيباتي، فأسعارهم كانت صراحة رخيصة، يعني أرخص من غير أماكن. هاي الدفاتر أخذتهن يمكن الواحد على 1500. أخذت لهم يعني سجلات، وأخذت هاي الدفاتر الروان. وهم بنفس الوقت لأن أنا شفت الأسعار شوي رخيصة، قلت يمكن الأوراق تكون مو زينة أو النوعية مو زينة، فانتبهت عليهن واحد واحد. فإذا كنتوا ما مشترين قرطاسية، أهم شغلة تنتبهون عليها الدفاتر من تاخذوها ما تكون خفيفة، لأن إحنا من كنا هناك نشتري صراحة ما قدرت أصور لكم لأن كان ازدحام.
فكانت وحدة مرية تباوع علي تقول لي ليش يعني تباوعين على أوراق مالتهم شنو فرق؟ قلت لها لأن أكو نوعيات الورق يكون خفيف أبدا ما يفيدن. قالت صراحة يعني زين إنه نبهتيني، لأن أني من أشتري دفاتر أشتري بس هيك ما انتبه على الأوراق، فإذا كنتوا بعدكم ما ماخذين قرطاسية ضروري إنكم تنتبهون على الأوراق، لأن مرة صارت وياي وأخذت نص الدفاتر نوعية الورق مالتهم كانت خفيفة وصراحة أبدا ما تفيد. وهاي الدفاتر السجلات بعد أخذناهن الملوكة، يعني ما شاء الله نوعيتهن حلوة والأوراق مالتهن زينة. وأخذت لهم بعد يعني الدفاتر هاي أكثر شي كانت الآية والروان، وأخذت لهم يعني أقلام وهاي الشغلات اللي يحتاجونها، وقلت لهم خلصتوا بالبيت يقولون بعد ما ناقصنا هاي الشغلة وما ناقصنا هذيك الشغلة. وعلى ما تدرون العام يعني كنت دايما آخذ لهم أني أصلا يعني مساحات وقطاطات وأقلام وهاي السوالف آخذ لهم بالدرزن، ولحد الآن باقي عندنا مالت العام. وهنا شوفوا لي طبعا قامت تمطر، طلعت على الحديقة اللي يعني الشمس ما شاء الله كانت كلش قوية، وبنفس الوقت قامت تمطر بس مطر كلش خفيف. وهاي الرحلات هم يحتاج لهن يعني تنظيف ومسح، وراح نرجع كل شي بالعلاقات. قلت لهم لا تخلون شي بالشنط ولا تسوون أي شغلات هسه لحد ما تستلمون كتب. من تستلمون كتب لهذا الوقت نرتب بعدين الغراض ونشوف الشغلات اللي تاخذونها وياكم والشغلات اللي نخليها على صفحة. وهنا خطية البنات كلش تعبوا وياي، يودونهن هنا ويجيبوهن هناك. المهم على لحد ما صورناهن، بس ما أقولكم صحيح كان مطر خفيف بس الشمس حارة نار. والجهال أكيد كلش فرحانين بقرطاسية المدرسة. هنا بعد باقي لهم شغلات كلش بسيطة، طبعا الكالونات والجوارب والتوقات وهاي السوالف هم كلها أخذتها لهم، بس بسبب الشمس نسيت يعني كانوا ما جايبيهن، وأصلا أنا نسيت إنه أصور لكم إياهن. وهنا أخذنا هاي الشنط من تاخذيهن لازم تشوفين النوعية مالت القماش مالتهن تكون شوية زينة. هاي النوعية صراحة مالت القماش مالتهن تخبل ومبينات عمليات بنفس الوقت. طبعا حتى العام أخذت شنطة الملك كانت قماش وهم نوعيتها زينة، يعني لبستها العام كله ولحد الآن بعدها جديدة. وهاي الشنط مالت البنات. وبعد تعالوا خلي أشوفكم الصداري صراحة كلش انظلمن، لأن الشمس كانت كلش قوية وضاربة على اللون مالتهن، بس هن حرفيا يخبلن. وشوفوا لي نوعية القماش، أهم شي لازم تاخذون انتو مشترين اخذوا نوعية القماش تكون زينة حتى لا تصوف عندكم الصدريات. اكو نوعيات قماش من أول غسلة وثاني غسلة القماش مالتهن يصوف. وهنا بعد قولولنا شنو رايكم بالصدريات. صراحة الصدريات باللبس فد شي كلش حلوات، وهنا خصوص القميص كلش حلو ومرتب. وإن شاء الله أكيد من يروحون للمدرسة ويلبسوهن راح أصور لكم إياهن وتشوفوهن باللبس فد شي كلش حلوات ومرتبات. وهذه الصدرية الوحدة كان سعرها 22,000. وشوفوا لي الصدرية الثانية، قلت لكم الصدريات هذن يخبلن بس ماكو اثنين يعني ردت أخذ لهم يعني اثنين نفس الشكل مثلا الآية والروان، بس ماكو، كان كل قطعة تختلف عن الثانية. وأحلى شي بيهن القميص وخصوصي اللاستيك اللي يكون بالردن. الترتيب مالتهن صراحة كلش حلو. هنا احنا كملنا كل شي وكملنا مشتريات المدرسة، ان شاء الله باقي لهم بس الأحذية، وباقي لنا شنو؟ باقي لنا قميص الملوكة، لأن الملوكة قميص مالتها سمائي، شايفين هي الشي الصدرية نيلي والقميص سمائي. يا ريت لو يغيرون ويسوون القميص أبيض أحلى بهواية. وهنا الصدرية مال الملوكة بعد صراحة باللبس تخبل كلش حلوة ومرتبة. وأهم شي من أشتري لهم الصدريات أركز على نوعية القماش، تكون القماش نوعيته شوية حلوة وثقيلة، لأن الصدريات اللي صوفن أبدا مو حلوات. المهم حبايبي ولهنا نكون وصلنا لنهاية فيديونا، شكرا لمتابعتكم الحلوة ومع السلامة.